قبل ما نبدأ حكاية النهاردة حابب أكلمكم في موضوع بيني وبينكم. كتير من الحكايات اللي بتسمعوها إذا كان هنا في قصص الأطفال النهاردة أو في الكتب والكرتون بيكون جواهم حكاية تانية أو رسالة مستخبية. يعني مثلا حكاية بينوكيو اللي مناخيره بتطول بتعلمنا ما نكدبش، وحكاية سنو وايت بتعلمنا ناخد بالنا من الناس اللي ما نعرفهاش كويس. بس علشان أنا عارف إن انتوا كبار حابب أكلمكم بشفافية وأقول لكم عن الحكاية المستخبية جوه حكاية النهاردة، الدبة الطماعة. أكيد سمعتوا عن إسرائيل وإنها بقى لها سنين كتيرة بتهاجم على البلاد اللي حواليها والمناطق المحتلة زي فلسطين. إسرائيل دلوقتي بقى لها سنة بتهاجم على غزة وفلسطين بشدة، وعورت وموتت ناس كتير، ودلوقتي بدأت تهاجم على لبنان وموتت وعورت ناس هناك كمان. وفي نفس الوقت بتكذب على البلاد اللي حواليها وتمثل إنها هي الضحية وإنها ما عملتش أي حاجة غلط. دلوقتي تعالوا نسمع الحكاية مع بعض. الدبة الطماعة، تأليف وقراية داني عرفة. يوم من الأيام في قلب غابة كبيرة كان عايش دبة. الدبة دي كانت كبيرة بفروة تخينة وضوافر طويلة، وكانت طماعة قوي، يعني دايما عايزة تاخد أكتر وأكتر حتى لو اضطرت تأذي الحيوانات اللي حواليها. الدبة كانت بتتمشى في الغابة وفوق في شجرة طويلة شافت بيت نحل بيشر عسل ذهبي ومسكر. الدبة لحست شفايفها وقررت أنا لازم آكل العسل ده. الدبة طلعت على الشجرة وبإيدها الضخمة بدأت تضرب بيت النحل، ومرة واحدة لقت النحل بيلف حواليها وبيقرص فيها. بزز. أي أي، الدبة صرخت ونزلت من الشجرة بسرعة وجريت لبعيد. الدبة غضبت واتنرفزت وصممت إن لازم تاخد العسل ده لنفسها. تاني يوم الدبة لفت حوالين الغابة وقعدت تنادي وتقول يا حيوانات الغابة شوفوا واسمعوا اللي بقولهولكوا. النحل شرس وخطر علينا كلنا، بصوا قرصوني وعوروني ازاي. محتاجين نهد بيت النحل علشان نعرف نعيش في سلام. الدبة لمت العصافير والأرانب والغزال والسحالي وطلعوا على بيت النحل بعصيان وبطوب، وقعدوا يحدفوه ويخبطوه لحد لما وقع واتكسر، والنحل اضطر يسيبه ويطير لبعيد. الدبة لمت بيت النحل بخباثة وراحت تستخبى علشان تاكل العسل لوحدها. قعدت تلحس صوابعها بابتسامة كبيرة على وشها. وهي بتاكل العسل الدبة شافت بركة زي حفرة كبيرة مليانة مية. البركة كان شكلها مغري قوي، ميتها دافية وزرقاء وبتبرق في الشمس. الدبة راحت نطة جوه البركة بتهور وهدت بيت تعبان المية. التعبان طلع متضايق وراح قارص الدبة في رجلها. اي اي، صرخت الدبة وطلعت تجري. الدبة غضبت واتنرفزت وصممت ان لازم تاخد البركة دي لنفسها. راحت راجعة للبركة بجردل وعلبة سم وندهت للأسماك. خلوا بالكوا في تعبان سام وخطر في البركة، انا هموتهولكوا بس لازم تخشوا في الجردل ده علشان ما تتسموش. اول لما اموت التعبان هرجعكوا البركة على طول. السمك راح كله داخل في الجردل علشان ما يتسممش، بس بعد لما الدبة سمت البركة راحت نازلة وقاعدة فيه كأنه البيسين بتاعها، وسابت السمك في الجردل الصغير ومزحوم. بعد شوية بطن الدبة بدأت تصوصو، كان وقت الغدا. الدبة راحت مفكرة أنا ليه أتعب نفسي واصطاد غزالة وأنا ممكن أحولهم ضد بعض وأكلي يجيلي وأنا قاعد رجل على رجل. الدبة راحت لقطيع أو مجموعة من الغزلان وخوفتهم بسنانها المشرشرة وضوافرها الطويلة وحذرتهم لو مش عايزيني آخد غزالة من عندكم لازم تجيبولي غزالة من قطيع تاني قبل ما الدنيا تليل. لو رجعت وما لقيتش غزالة هاكل واحدة منكم. الغزلان خافوا وتوتروا، ما كانوش عايزين الدبة تاكل واحدة منهم، فبدأوا يخططوا هيضحوا بمين. وفي وسط القلق غزالة صغيرة طلعت على صخرة وصرخت بصوت عالي استنوا يا جماعة، ما ينفعش نضحي بغزالة زينا. ما شفتوش اللي حصل مع النحل والسمك في البركة؟ الدبة دي خبيثة وطماعة وهترجع يوم ورا التاني لغاية لما تاكلنا كلنا. لازم احنا وكل حيوانات الغابة نكون ايد واحدة. كل حيوانات الغابة سمعوا الغزالة الصغيرة ولاحظوا إن كلامها صح. الدبة الطماعة كانت بتضحك عليهم فطلعوا بخطة ما تخرش المية، يعني خطة جامدة قوي. أول حاجة الغزلان راحوا للنحل وطلبوا منه شوية عسل.
وبعدين راحوا للبركة واخدوا شوية سم من تعبان المية، وبكده كانوا جاهزين ينفذوا خطتهم. الدبة رجعت للغزلان بدبدبة عالية: فين الغدا بتاعي؟ أنا جعان. الغزالة الصغيرة كانت نايمة على الأرض ومغمضة عينيها بتمثل إكنها هي الضحية. الدبة لحست شفايفها وفركت إيديها: الغزالة دي شكلها طعمة قوي. استنى استنى، واحدة من الغزلان قالت له: ما ينفعش تاكل الغزالة من غير صوص، عملنا لك صوص مخصوص بالعسل اللي بتحبه. الدبة أخدت الصوص ودقته بطرف صباعها. الله، ده طعمه حلو قوي. ملت إيديها بشوية كمان وقعدت تلحسه. بس الدبة ما كانتش عارفة إن العسل كان فيه سم تعبان المية، وقبل ما الدبة كانت هتاكل الغزالة الصغيرة بطنها قعدت تعمل أصوات: يا بطني، يا بطني، وراحت أغمى عليها. حيوانات الغابة كلهم شالوا الدبة مع بعض وحدفوها في النهر. الأسماك شالوها وخدوها بعيد لجزيرة في وسط البحر. الدبة عاشت لوحدها هناك وما قدرتش تأذي أي حد تاني. من يوميها حيوانات الغابة عاشوا في سلام، وتعودوا إن لو أخدوا بالهم عن بعض محدش يقدر يأذيهم، حتى أخبث وأقوى الأشرار. زي ما حكيت لكم في الأول، حكاية النهاردة كان جواها حكاية تانية مستخبية، حكاية إسرائيل هجومها على فلسطين ولبنان، والأكاذيب اللي بتقولها علشان تطلع نفسها مش غلطانة. ممكن تتكلموا مع ماما أو بابا أو تطلبوا مننا نعمل لكم حكاية تانية لو حابين تتعلموا أكتر عن الحكاية دي. وتقدروا تسمعوا على قصص الأطفال النهاردة حكاية بنت اسمها فلسطين اللي مألفها نادين. أتمنى إن حكاية النهاردة تكون عجبتكم. كان معاكم داني عرفة، وهشوفكم تاني في الحكاية الجاية.